السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ عايز اتكلم بعيدا عن موضوع انتهاء العالم. ترامب عمال يهدد في نيوتن بتاع ايران، وبتاع ايران عمال يهدد في ترامب، محدش بيضرب التاني في حوارات وحاجات كتير. محمد اسمه ايه مات، اللي هو الدكتور اللي بيقول لما المعدة يجيلك فيها جرثومة استأصل المعدة. وبعيدا عن الشخص اللي خد 200 جنيه من عمرو دياب بعد ما انضرب بالقلم وفضل سنتين عامل قضية، الراجل ده صعبان عليا والله. يعني ال 200 جنيه دول مش تمن السكة، ما تاخدش ال 200 جنيه، رسالة مني ما تاخدش ال 200 جنيه. بعيدا عن ده كله، انا كنت فاتح لايف في اوميجل، فاخدت راي الناس اللي كانوا في اوميجل. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده، انت بنت؟ ايه رايك اه، في موضوع المصفوع من عمرو دياب بعد ما خد 200 جنيه بعد اللي حصل ده كله؟ اللهم صل وسلم حضرتك السلام. وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. انا شايفه من وجهة نظري ان هو كان يستحق كمان 200 جنيه تانية، عشان القلم ما كانش سهل، يعني هو خده صح قدام ناس صح، كتيره. يعني المفروض كان ف ياخد 400 جنيه وجبه. بص، احنا كان ممكن نشيل الوجبه ونخليهم 600 جنيه. 600 جنيه من غير وجبه ولا 400 وجبه؟ اه. 600 من غير وجبه آه، اكيد. لا، 600 من غير وجبه. ماشي افضل، يمكن هما يتصرف بالفلوس بالطريقه اللي تناسبه هو. تمام، يعني 600 جنيه من مليون جنيه ل 600 جنيه من غير وجبه. من غير وجبه، اصل الوجبه افرض هو ما بيحبش الطفالح وبيحب الكبده. ما بيحبش فاهم؟ الايه؟ الطوالح بطارخ، ما بيحبش البطارخ ما هو وبيحب ممكن الكبده. الوجبه دي تكون وجبه لحمه وبرجر افرض مثلا. ما بيحبش اللحمه، بيحب الفراخ مثلا، نحط له فراخ. فالاحسن ان هو ياخد. نحط له الاحسن فراخ ان هو عادي. ياخد ال 200 جنيه. ماشي، شكرا للرأي، شكرا للرأي. ده ايه اتفضل. ده؟ اتفضلي بقى، امشي بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لك يا صاحبي، ايه رأيك في موضوع الراجل اللي انضرب من عمرو دياب ورفع قضية بمليون جنيه، في الاخر المحكمة ادت له 200 جنيه ووجبة؟ لا، ما خدش وجبة، هم 200 جنيه بس. ايه رأيك، مع ام ضد المضي على العوضي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مع ام ضد؟ جميل، معه، لما مع لا؟ ان هو ياخد 200 جنيه بعد ما انضرب بالقلم. نعم. طب عاوزة ياخد كام؟ 200 جنيه وجبة مثلا، او 600 جنيه، في واحدة ليه قالت 600 600 جنيه يا جنيه أخوي؟ اه نضرب من الناس عقرب ولا؟ قالت 400 جنيه وجبه او 600 جنيه، انضرب قدام الناس وتصور. انت مش مصريه عشان كده مش عارفه القصه. طب انا هروح بقى ادور على حد من مصر عشان المصريين اللي هيفهموني. 200 جنيه وجبه كده، واحده قالت 600 جنيه وواحده قالت 200 جنيه حلو، وانت بتقول 600، انت بتقول 200 وجبه. 200 وجبه كده معانا 3 اراء. شكرا. اها. ايه رايك؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ في الاخر خد 200 جنيه عن نفسي. اه، كان يشتغل المخدرات دي كان يجيب فلوس اكتر بصراحه. لو كان اشتغل في المخدرات كان جاب فلوس اكتر. اه بصراحه. ماشي كده الرأي. نخش بقى في الموضوع بتاع الفيديو النهارده بقى، نتكلم في الموضوع كده يجيب اشمئزاز. عارف انت عارف بص، انا مش هتكلم. خسرت واحد نغش والله، وايموجي بيضحك وقلب. بتعمل ايه يا اسطى؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يا جدعان، انا عايز اقول لكم على حاجه. انا الفيديو الجاي هعمله ان هو ايه بقى، اكتبوا لي حاجات في الكومنتات هنا، وانا الفيديو الجاي هقولها لكم. يعني ايه، نكت مثلا او اي حاجه واسئله، وانا هجاوب الفيديو الجاي. عايز واحد عصير قتة. انت عبيط في دماغك؟ قتة ايه؟ مفيش القتة؟ القتة دي عند امك. امي انت كده فهمت الصح غلط معايا. انا اسمي حاتم خريطة من ميدان بناطيل قد كده بنزحفها وراه بنلبس واسع بس. كلام جه جرح ولا ايه؟ ايه ده حبيبي؟ ايه ده بابا؟ ايه ده كده؟ البس اللي انت عايزه، البس كويس، البس شيك، بس ما تبقاش مهروي. ماشي يا رجاله؟ ماشي. انا لابس كلمة مستفزة. انت مستفز. انت مستفز. انت واسع. الكلام جالي على فعشان كده ما تلبس واسع، البس فستان. ايه ده؟ على فكرة يا صاحبي، بص عشان تبقى فاهم حاجة، انا مش محامي لمهاب شادي ولا اي كلام، ولا مهاب شادي اشوف الفيديو اصلا. بس انا فاهمك على حاجة. الفستان اللي مهاب شادي لابسه ده لابسه كان بهزار، اما انت الحركات اللي بتعملها دي حركات خلصي عليك. اقول لك حاجه بقى تخوفك قوي. انا مسقط البنطلون. انت لا سقط البنطلون. يا لهوي ده. ماشي يا حبيبتي لبستي فستان عادي تسقطي بنطلون. مفيش رجاله يا اسطى بتتصور بفلاتر. مفيش رجاله بتتصور بفلاتر. يا ابني، هو كان بيهزر في الفيديو ده. هو كان بيهزر. مهاب شادي في الفيديو ده كان بيهزر. مهاب شادي في الفيديو.
نسيت ان انت بتتكلم عن الرجاله. بعيدا عن ده كله يا اسطى، مهاب شادي عنده حاجه و30 سنه او حاجه و20، فهو كبير يعني 29 30 او في الثلاثينات عامه. وانت انت شكلك 19 سنه 20 سنه، فيعني احترم السن بتاع الراجل، عيب يعني. انا حاسس ان انا بقول كلام ده ايه. ده راجل يخلص انت راجل. امال انت لابسه فستان ليه يا خلاص؟ انا بكمل الفيديو كنوع من انواع جلد الذات. مفيش رجاله بتتصور بفلاتر، بس الرجاله تعمل وشم عادي. ظلمتك. هو بص، حته الوشم ده انا معاك فيها. بص الوشم مش هيفرق راجل من ست بيعمل وشم، هيفرق مسلم من مش مسلم. وهو عمل وشم هو اللي هيتحاسب مش احنا. بس هنيجي دلوقتي على الحته، يعني هو ما بيأذيش حد بالوشم بتاعه، انت بتأذينا بالكلام ممكن يكون تاتو مش وشم. بتحب تحلق بتروح بيوتي سنتر، بتبقى عاملين كده زي البورس. يقول ان هم بيبقوا شبه الابراز مبدئيا، لا وبعدين انا بعشق الابراز، والابراز شكله مش اظن عرفنا دلوقتي بتحب الليبراس ليه. اللي عاجبك في منظرك ده بجد والله، ده انا حاطط فلتر ومش طايق نفسي. متضايق من نفسك. والله ما حدش طلب منك تتكلم الا واحد بس، اشك ان هو الشخص اللي عمل لك الفستان. مين قال لكم ان الرجاله مش بتحط مونيكير وبتهتم بنفسها؟ الكير بتاع الرجاله ده المونيكير بتاع الرجاله. الشقيان اللي بينزل يفحت بالاجنه والشاكوش، اللي بيهد الحيطه. الراجل الشقيان اللي اشتغل اكتر منك، بيجيب فلوس اكتر منك. انت قاعد على البيت ما بتعملش حاجه، هو شغال وطلعان ميتين اهله في الشغل، وانت قاعد في البيت بتتفرج على الفيديو بتاعي. اطلع اشتغل شقيان، خليك شقيان زيه كده، سيبك من الهبل اللي انا بعمله ده. هو شقيان عنده في ضوافره هنا نشارة خشب، مش عايز يغسل ايده. الشق. طبعا الكلام مضايقك واراهنك لو مسكت اجنه وشاكوش. يا عم اشمعنى هو ليه الشغل مقتصر على اجنه وشاكوش؟ بعيدا عن ان الموضوع مش صعب زي ما انتم متخيلين. انت تمسك اجنه وشاكوش كده بتخرم في الحيطه. بعيدا عن ده اشمعنى الوضع مقتصر على الاجنه والشاكوش؟ ممكن امسك منشار وخشبه، امسك شاكوش ومسمار، امسك نبله وطوبه. انا بصطاد عصافير. عارف لو انت جيت تكسر بالاجنه والشاكوش هتكسر ازاي؟ تخيلوا ده كله في فيديو واحد ليه؟ ده كمية الكرنج دي، انا مش عارف صوتي واضح ولا لا عشان اول مرة اسجل بالمايك. تخيلوا كمية الكرنج دي في فيديو واحد ليه، ما بالك بقى لو ايه عباره في ايدك زي دي؟ خليك فخور بنفسك ان انت ما نزلتش جبت مخدرات ونزلت يا عمي ده البيك ميل فواعلي. انا ليه بص عشان الناس هتقول انت ليه طالع بتهاجمه. يا جدعان الواد ده انا بشوف فيديوهات على الانستا من زمان، وكل ما اعمله بلوك يطلع لي. انا مخنوق منه، فانا معلش بطلع الطاقه اللي مدفونه جوايا. لما تلاقي شاب بيلحس شفايفه كده اعرف ان هو بيك مي. على الاقل بنت تقول ايه ده، ايه القمر ده، ايه الشفايف دي؟ النوع ده من البيك مي يعني في نقطه نقص. لحظه، هو انا بعمل رياكت؟ انا لسه مدرك دلوقتي ان انا بعمل رياكت على واحد بيعمل رياكت على واحد عمل رياكت على فيديو ليه. واحد بقى يجي يعمل رياكت عليا، يبقى واحد عمل رياكت عليا، واحد عمل رياكت على واحد بيعمل رياكت على رياكت، واحد عمل رياكت على واحد عمل رياكت عليه، ويجي بقى واحد يعمل النقص ان انا اطلع اتكلم عن الشقه وان ازاي تبقى انت راجل وازاي تصرف على نفسك، تكون ايدك كلها متعوره، فده شرف ليك انت ان انت راجل شقيان بالحلال، ما جبتش مخدرات ونزلت بعتها. فاهم يا حبيبي قبل ما تعمل رياكت. اسف لو في اي كلام اتقال يضايق حضرتك، يعني انا متفرج يعني انت فاهم، وانت الفيديو بتاعك بابليك. ايوه فهم. يا جماعه اسمعوا كلام الراجل المحترم، حطوا وشمه وصور. يا جماعه انا اسف، انا بهزر، انا بهزر، ده كله هزار. احنا بنهزر بنتناقش مع بعض. انت عامل الفيديو بتاعك بابليك. ايوه انا سرقت الكلام. قرب الفستان، هو ده الكلام اللي الراجل ده بيشجعه. انا اسف جدا لو كلامي ضايقك، بس هو ما بيشجعش اننا نلبس فستان. هو كان عامل فيديو ماشي يا اسطى، ماشي يا اسطى حاضر، ماشي يا اسطى. ونكتفي بهذا القدر عشان الفيديو يكون خفيف وظريف ولطيف على قد كيس الاندومي اللي انت هتاكله. او ما اكلتش اندومي؟ متهزرش. اكلت ايه؟
اكتب لي في الكومنتات بسرعه، تكتب لي دلوقتي انت اكلت ايه، وقول لي بقى الفيديو ده وقولوا لي بقى الفيديو الجاي عايزين يكون عن ايه. ولو على الاغلب انا عايز محتوى يكون جيمنج، فانتوا اطلبوا بقى لعبه، قولوا لي العب ايه وانا العبها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي هيكون يوم الثلاث او الخميس على الاغلب، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولو وصلت اللحظه دي ما تنساش تقول انك وصلت اللحظه دي في الكومنتات، وتكتب حرف السي في الكومنتات عشان اعرف انك وصلت اللحظه دي. الثامب بتوع الفيديو ده والفيديو اللي فات مش انا اللي عاملهم، وبعد كده الثامب طارق اللي هيعملهم لي، وانا هسيب لكل لينك التواصل مع طارق في الكومنتات تحت لو حد عايز يتواصل معاه، وربنا يرزقنا جميعا يا رب. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. سلام.